اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، واللي يشوف أحوال الناس يحمد ربنا على اللي هو فيه. ولو عايز تعرف فضل ربنا عليك اسمع القصة لغاية الآخر. واحد بيحكي بيقول: بقالي ساعة بلف بالعربية عشان ألاقي مكنة ATM فاضية، عشان أعرف أسحب فلوس، ومش لاقي، لا إما عطلانة لا إما زحمة جدا. فمشيت كتير عشان ألاقي، وآخر ما زهقت لقيت واحدة فاضية خفيفة شوية من الزحمة. نزلت متضايق جدا إني لسه هقف في الطابور. المهم وقفت، لاحظت الراجل اللي قدامي حد في أوائل الخمسينات من عمره ومن الطبقة المطحونة. الراجل كان غرقان جدا وجسمه بيتنفض، مع إن الجو مش حر ولا حاجة، بس مركزتش قوي معاه. بعد شوية لقيته بيقول لي: معلش هستأذنك بس تحجز لي المكان عشان مش قادر أقف وخايف أقعد يروح عليا دوري. فقلت له: اتفضل ودورك محجوز. الراجل قعد على الرصيف اللي جنبي وبدأ ينشف العرق اللي مغرقه، ورافع ايده للسما وبيدعي، بيقول: يا رب يا رب وحياة حبيبك النبي، انا ما ينفعش خالص اعيا النهارده بالذات، خد بايدي بس لحد بكره يا رب والنبي. الراجل كان بيتوسل لربنا انه ما يتعبش بطريقه لفتت انتباهي. قربت منه وسالته، قلت له: انت كويس؟ قال لي كلمه هزتني بجد. قال لي: الحمد لله في زحام من النعم. فانا قلت له: واضح انك تعبان، ما تروح لاقرب دكتور. لقيت الراجل عينه دمعت وهو بيقول لي: ما ينفعش اتعب النهارده يا استاذ، دي رفاهيه انا مش قدها. قلت له: المرض بالنسبه لك رفاهيه؟ فلقيته بيقول لي: انا زوجتي متوفيه من 8 سنين وعندي 4 ولاد، كبيرهم في الكليه ومحتاج مصاريف كليته النهارده، وانا وعدته اني هقبض واروح للجامعه اديهم له. التلاتة التانيين في ثانوي واعدادي، وكتر خير والدتي كانت بتراعي ولادي بعد موت مراتي. لكن دلوقتي امي كمان مريضه مرض موت وبراعيها هي وعيالي. انا موظف حكومه مرتبي 2700 جنيه، وبشتغل بعد الظهر عامل توصيل في مطعم ب2000 جنيه، وكل ده مش ملاحق على البيت ولا الولاد ولا الدروس ولا مصاريف علاج والدتي. صاحب البيت يا استاذ كسر عليا ايجار متاخر، واخر ميعاد النهارده عشان ياخد نص فلوسه، ده بعد محايلات مني ومن الجيران عشان ما يرميش عفشي وامي المريضه وعيالي في الشارع. الراجل بيحكي بيقول: انا وقفت قدام الراجل مش عارف اقول له ايه. الراجل عنده كل ده وبيقول الحمد لله في زحام من النعم، وانا اللي ظروفي احسن منه مليون مره متضايق ومخنوق. كانه اداني قلم على وشي وقال لي: انت جاحد بنعم ربنا. المهم بعد ما صرف الفلوس اخدته المستشفى بعد محايلات مني، واصريت ان استناه واوصله بيته بالعربيه عشان اتفاجئ بمفاجاه اكبر. والدته في ال80 من عمرها وكفيفة وراقدة على فراش الموت، وكل كلامها حمدا لله على نعمه وشكرا لله على واسع فضله. بصيت حواليا عشان اشوف واسع فضل ربنا اللي بتشكره عليه. لقيت بيت عبارة عن دور ارضي، حيطانه اكل عليها الزمن وشرب وكل رطوبة. الفرش سريرين ودولاب وكنبتين بلد وحصيرة. لسه ببص حواليا لقيت الباب بيخبط، وطلع كلامه فعلا حقيقي. كان صاحب البيت عاوز فلوسه، داخل يزعق ويتوعد ويهدد بطرده. المهم بعد تدخل مني ورفض شديد من الراجل المحترم ده اللي علمني درس عمري، كان رافض تماما ان ادفع الفلوس بتاع الايجار. المهم دفعت الفلوس لصاحب البيت ومعاهم ايجار سنة مقدم، واخدت منه ايصالات الايجار واديتهم له. الراجل فضل يعيط زي الاطفال ويقول لي: انت طلعت لي منين؟ انا طول الليل ما نمتش وعمال اصلي وادعي ربنا يسترني وما يفضحنيش قدام الجيران في الشارع. قلت له: ربنا عطلك 4 ماكينات ATM وزحم لك 6 ماكينات تانيين عشان يبعتني ليك انت، وبعتك انت كمان ليا عشان تعلمنا تأدب مع ربنا في ابتلائي. فالحمد لله دائما وابدا، الحمد لله على كل شيء. وفي النهاية أتمنى القصة تكون عجبتكم وأخدتوا منها العبرة والعظة، وتكتبوا الحمد لله في تعليق أسفل الفيديو. دمتم بخير.